الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلت الباب السابع يعني درجه حفته إش كتاب الصلاة. درباره چيا؟ قلت في صلاة الجماعة دي بحث نفيجة بجماعات كتن. قلت وفيه مسائل وچند بابتك يدوي يعني درباره نویژه جماعت ده هي چند بابتك يدوي بنویژه جماعت و المسألة الأولى يعني بابت ايكي فضل صلاة الجماعة وحكمها خير نویژه بجماعت وكحكم وچيه. دائما ما چه قد بيها ما قد حكم اگر هات دي چه اتهزرته اگر قد حكم فلان تشت چيه يعني آن واجبه، آن حرامه، آن سنته، آن مکروه، آن حلاله. ایکش وان پشته بجا نویش حکمه چیه؟ واجبه، سنته. قوتي يا ايكي فضلها اول جار دي بتا بحثي خيرا نويجه بجماعت كين. قوتي صلاة الجماعة في المساجد قوت نويجه بجماعات اتمزقفتها شعيرة عظيمة نشانك مزنة من شعائر الإسلام اش نشانة إسلامتية. قلت واتفق المسلمون وبصرمانة متفق ايكدانك بوي على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد كو كرنا هر بينش نفيجات مزقفتها من أعظم الطاعات ايكش مزنترين عبادتها. فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة. خد تعالى يا درس كري بو في أمته اتهندك وقت ديار كري دا قوم ببن. منها ايكش وان قوم بنا الصلوات الخمس هر بنش نفيجن ام قومت بين، وصلاة الجمعة ونفيجا خد بهم بيك وقومت بين وقتك ديار كري، وصلاة العيدين هر دو نفيجت هر دو عيدا، وصلاة الكسوف ونفيجا روج وهيف غيرينه ام بيك وقومت بين. وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة. وكم بين شهمية مصدر ويشهمية جرينتر كم بين العرفة عرفة قلتي أو أردكا أو في عرفة سنور دار كريها. قلتي الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية. قلت أفكم بنا هنا أماجية بهندك وأمة إسلامتي همي إيكا في عقائدها بيرو باوردوان ايكن وعباداتها عباداتوان هميا ايكن نكو هر شكل كتيات وشعائر دينها ونشان الدين وانجي همي ايكن. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام. أفكم بين التنات مزنت إسلامتي دايت هاتنا دانان بوشي لأجل مصالح المسلمين اجبر برجوانديت بصرمانة، ففيها التواصل بينهم. دفانكم بنادا تواصلها يعني بيوانديت وانا بهست كيفن نابروانا دا. قلت وتفقد بعضهم أحوال بعض. هندك شوانا بسيارة حالي هندك يديد كانت شتيا تشناكتا. قلت وغير ذلك اجبري فانجي مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها. اش غير فانجي وان تشري جرنج يدكو بو أمة الإسلامية جرنجن اتقال هندكو شعب وقبيلة يعني ملاتت وان جي جداجنا بس أفكم بنا وانا تجهن ايك كما قال تعالى كي خدي قلتي يا أيها الناس يعني جالي خلقي إنا هندك أمين خلقناكم مهين يتشكري من ذكر اشنيرو وأنثى أميا يعني عندك شوانيرن عندك مينا وجعلناكم ومهنت كرنا شعوبا يعني ملات وقبائل وعشيرات جيك جدا جدا لتعارفوا. أفاش جبرتشيا دايك ودو بنياسن كمثلا ايك بيشتتتش شوالات وقت تقول عراقي خلاص دانياسين مثلا وقت تقول فلان ولاته بنياسين يعني قبيلة ناف كردستان دا يبسرته بكذا كيش عشيرته فلان عشيرة بنياسي بهنده ايك ودو بنياسن. إن أكرمكم بقمان يشهمي بقيمتر وقدرتر الشهوان عند الله الدف خده
أتقاكم أو يشهمي بتقواتر بيتن. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، پیغمبر عليه الصلاة والسلام تشجيع ما يكري سر نویجا بجماعت، وبين فضلها وهر وصا ديار كري كان خيروي چنده وعظيم أجرها وكان أجري چندي مزنه. فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة نويجا بجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة. نويجا بجماعة خيرترش نويجا بتنه 27 درجة، 27 درجة بلنتره. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة يعني نويجا خداني بجماعات اگر بجماعات نويجا بكتن تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، يعني التيتا چند قات كرن السر نويجاوي اول مالكت ان سيكت كت 25 جارة هندي نويجاويا المال وسيكيه او جماعات كت. وذلك بوچه أنه قلتي هنديك أوا إذا توضأ أجر دس نويششت فأحسن الوضوء دس نويشك تازة ثم خرج إلى المسجد باشي در كف دابشتا مزگفته لا يخرجه إلا الصلاة، يعني وقت شمال در كفيت بود چش ولا دينو در كفيتن شمال در كفتن أو أويا دشتا نويجي أو شمال در يخستي. قلت لم يخطو خطوة نين أو بينغوفك باوجيتن إلا رفعت له بها درجة، إلا دبو درجة كل بحشت إيتا بلند كرن وحط عنه بها خطيئة ودخلت يبو بفي بينغوفا هاني إيتا وراندن. فإذا صلى في وقت النويجي كر لم تزل الملائكة تصلي عليه، ملائكة ده هر دعا بكن تو شو النويجي ده ملائكة دعا بودت كن وتنويجي خاكر بس تنويج خلاص كري ملائكة ده صلوات ده نزل ده صلوات الملائكة دعانا ده بده دعا كن ما دام في مصلاه هنديت الجهة خوي نويجي بردوام ده بده دعا كن. هذا سحكي مش برهند نويجي بجماعات كلا يفرق أشياء دي. الحديث يعني حديث تمامتية خويا هاي يدوي حكمها حكم نويجي بجماعات. صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، نويجي بجماعات واجبة هر بنش نويجي فرض ده واجبة ام نويجي خويت فرض بجماعات بكين هر بنش نويجي. قلت وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة وقرآن وحديث جي جلي جهة يا بمهاتي كو واجبة اف نويجي هني. فمن الكتاب قوله تعالى بنمنا آياتك شوان آياتك بنا الدليل نويجي بجماعات واجبا أفيا قلت ناخده. وإذا كنت فيهم يعني أجر تتنفون دا بأي محمد فأقمت لهم الصلاة وجتا نويج بوانا كر فلتقم طائفة منهم معك بلا كما كشوانا جي ربي نويج ديالتا بكتا. طبعا أفا بحثي أف آياتك بحثي كان جا بحثي الشعر حالات الشعر دايا نويج طرسي بحثي نويج طرسي كتا. قلت والأمر للوجوب وأمر شيا خذ تعالى شو قلت فلتقم طائفة منهم معي يعني أمر كر قلت بلا كما كرابط نقول أكي راب باش لا بلا رابط ونوجه ديالتا بكتا وأمر جي وقتها يعني واجب أو تشت. وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. بجاء حالات ترصيدة الشرع اتقال هندي خديت بشراب النوجه بجماعات بكان هي أمر وانا تقال فأجا الشر نبيت هم إيجار واجبه. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. نوجش همية جرانتر سر منافقة نوج عيشة ويا سبيديا ولو يعلمون ما فيهما اگر وانا ظاني باكا خير هر دو نوجه چنده لأتوهما او دائن وان نوجه كان ولو حبوا اگر سر دستو چوكت خاجي هاتبان. ولقد هممت ومن اينا سر هزراخوا ان آمر بالصلاة اس ايكي امر بكم كو نوش بيتكرن فتقام كو بيتكرن ثم آمر رجلا باشي اس امر ظلامكي بكم يصلي بالناس نوش بشيا خلقي بكتن ثم انطلقوا معي برجال قلت باشي اسند ظلامة ديال خببم معهم حزم من حطب هنده دار ديالوانا بن وما آجر بردابي توان دارتنه يد جلوانا بجن حزم من حطب يعني
خطيرة كاريك خطيرة كأجر في بيتن قلتي إلى قوم دشين بسرعة دا قوم مروفا داجرين لا يشهدون الصلاة كنا هاتنا نفجر بجماعات فأحرق عليهم بيوتهم بالنار يعني أزد مالت وانا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار يعني أزد مالت وانا بأجري صجم سر وانا دا إن مخالي فدل هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة حديثها دليل كون نفجر بجماعات واجبة وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أبج برشان تشتكى أولا يا وصف المتخلفين عنها بالنفاق يعني أويتكو نائنة أويت نائنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وصفت وانا كيرن بشه منافقية قلت أويت نائنة نفجر عيشة وسبيده أبا صفتك منافقية قلت والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا وقلت أو كسي سنتك بهيريد ناچه بید مرو بده منافق و دیار اوه واجبه وانا هیلا لو پیغمبر گوته منافق من اگر سنت باده بشته بابو نویجه جماعت سنته اگر نیمه نویجه عیشه واسه بده سنته بو شده وصفه که منافقه دانی سر من نه اوه واجبه اگر واجب نبا وصفه منافقه پیغمبر ندانه سلوان کسی تنه وقلت فدل على أنهم تخلفوا عن واجبين أفا دليلك وآوانا واجبنا كدي أوتنا إن نفجع عيشة ولا تسبده لو ما پیغمبر يقول منافقا يعني صفاتك منافقة هاي وثانيا يدوي أنه هم بعقوبتهم على التخلف عنها پیغمبر عليه الصلاة والسلام إنا سرزاخا كو هما بچيتن وانا سزا بدتن چونك أو نهاطي نفي نفيجه يوب جماعات والعقوبة إنما تكون على ترك واجب وعقوبة كان جدئت هنجي وقت واجبك تالي وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل قلت أفا بيغمبر عليه الصلاة والسلام أو عقوبة نكريش برويش هنده چونكيش بلي خود كسب آجري سزانادة وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة وهنده قيل بيجنا بيغمبر عليه الصلاة والسلام نتشوانا سزاب ده چونكي مالدوان هندك زاروج جن يتده هاي كو افتنه نوجب جماعة سروان واجب نه که پیغمبر مالوان سر صوت اویز نافچن لو ما نچو و چند هنه بکتن و منها ان رجلا كفيف البصري هروس شوان دليلك ودليل سر واجبية نوجب جماعات ظلامك ام بجين كولا ليس له قائد چه سرکش نینن اوی بین مزگفته يعني چه کسک نینه دسته بگریتن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته دستيش پیغمبري خاص عليه الصلاة والسلام قلت أكل مال نفيجب كم فقال أتسمع النداء قلت ويت تقول بانجي هيا قال نعم قلت بله قال أجب قلت جواب بانجي بدا دفوي غازي ورا لا أجد لك رخصة أسناب دستيش بتهبتا ولقوله صلى الله عليه وسلم وجبر قلتنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب قلت او كسي قل بانجي بيتن وجواب بانجي دفقازية بانجي نايتن فلا صلاة له إلا من عذر هنجي نفيجا وينايا تماما إلا أجر عذرك بيش برهند نهاد بيتا أفي نفيجا هاني برهند نهاد بيتا أفي نفيجا هاني قلت ولقول ابن مسعود رضي الله عنه وجبر قلتنا عبد الله يقول مسعود جي خدش راسي بتقول لقد رأيتنا قلت من ام دیتین سردم پیغمبری یهو صابو وما يتخلف عنها كسش نفيجة جماعت نفت ما إلا منافق معلوم النفاق كسي نبيتا منافق بيت هما نفاق قايبو هميا ديار بيت أو فتمان أكي كس نفت ماش نفيجة بجماعت وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين قل نفيج يا بجماعت واجب السر ظلامة بس سر جنك واجب نينا والسر بتشيكت نبالغ جي واجب نينا لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء بل قلنا بيغمبري عليه الصلاة والسلام در بالي جنكو دا چو قلت وبيوتهن خير لهن مالتوانا بوانا بخير ترن ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد وچر يجرنين اگر جنيفيا حاضري نفيجا بجماعات بيت مزگفته بلا بيت درسته بهتن مع التستر بس هنده شرطة يا ايكي ابيا مع التستر
يعني خب ستاره بكت، والصيانة خب بارزيتن، وأمن الفتنة ويا آمن بيتنكو بفتنة ناجي تو خلقيجي فتنة نابتن، وهروصها بإذن الزوج هرجيني بدا سيرية بدتا. وتجب الجماعة في المسجد، ويعني واجبة نفيجة بجماعة مسجفت به تكرن على من تلزمه السروانة بدكو بدفيا بهن على الصحيح سرقوتنا صحيح. إذا نبا ديار بيكو نفيجة بجماعة ناشي بيجي والله هم أمد نفيج المال كيم جماعة نا دي اي ودل كيبا كي مسجفته. قلت ومن ترك الجماعة وصلى وحده، وأو كسي نفيجة بجماعة بهلد وبتنا نفيجة بكاتن بلا عذر وتشه جاجينن هم بيت أزل المال كيم. قلت صحت صلاته نفيجة ويدرسنك ويا باطلة، لكنه آثم بس يقنه كاره لترك الواجب چونكي تشتكي واجب هيلا نهاد نفيجة بجماعة بكات. المسألة الثانية مسألة دوية أخيرة، قلت إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، أجر ظلامك هاتت مسجفته ونفيشي هاتكر لتشكيتا. قلت هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟ قلت باشا واجبة أو نفيجي بجماعة ديال بصرمانة بكتن. طبعا أنا بحسي كيان أنا بحسي أوية يتتا مزجفتي أو نفيجا كره نكو جماعات كره باشا، يعني و نفيجا خيا كره وهاتا مزجفتي باشا أو دي جماعته دي جماعة دي نفيجا ديال جماعته كت چونكي بايا كره أنا كت چونكي يا كره قلت لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة. أم بيجين واجبنين السروي أو جي بجماعات بكت جلوانا. قلت وإنما يسن له ذلك، بلكي چاوية سنة بوه أكر جلوانا بكت بو بيت سنتك نفجه خواهي كره جماعات درابن كان أو جي ديال بكت أو دبو بسنة تحسب كرم. والأولى فرض والثانية نافلة. نفجه أولي فرزة خواهي كره بس أو ديال في جماعتك دبو بشيء تحسب كرن بسنة. لحديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت أبو ذر قلت تدي جوابي حالته دي چبيدن اگر هند أمراء سرکردهاتن نویجش وقتی تأخیر کن آن نویجش وقتی مرینند وقتی دنکن. قلت فما تأمرني قلت ما قلت قصد خودت تو چه امر من کرد چه بکم؟ قال صلي الصلاة لوقتها دچكي ده نوجت وقتي داگه فإن أدركتها معهم فصلي. قلت باشي اگر تو جهشت ديالوانجي بكي فإنها لك نافلة دي بوتا بسنة تحسب كرام. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد. خلاص قلتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقتی قلت وان هر دو ظلامه اوید خوادر کریش نویجا بجماعت مزگفته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام قال بسلمان نویجا بجماعت کر اوان خوابدا رخک مزگفته نکر. قلت اذا صليتما في رحالكما شنی وقت بسیار کردی قلت ابو نکر قلت ما کره. پیغمبر قلت اگر هوال جهت خانه وجد خاکرن ثم اتيتما مسجد جماعت قلت پاشین هاتن مزگفته کو جماعت لیتکرن فصليا معهم هنجد قال بكن نكو خبدر كان فإنها لكما نافلة چونك او دبوها بدا سنتك هن سنتك كان وفي سنتك دس خانه كان. والحمد لله رب العالمين.